السلام عليكم متابعين قناة لميا فلوج، مرحبا بكم معنا ان شاء الله فيديو جديد، نهار جديد. مرحبا بالجميع. المهم فيديو ديالنا ان شاء الله غادي نديرو فيه واحد التشرميله زوينه لذيذه. التشرميله لو جربتوها راه غادي تعجبكم بزاف، غير جربوها راه ما غاديش تندموا عليها. التشرميله ساهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. يعني هذه التشرميله تاعتي انا اللي كندير، راه كتجيب بنينه وكاع اللي داقها كتعجبو. حيت الحوت اغلبيه تاع الناس كل واحد كيدير التشرميله ديالته خاصه. المهم جربوا هذه ولا عجبتكم ما تنساوش ترجعوا تقولوا لي راه جات زوينه في كومونتير. المهم كما كتشوفوا معايا الحوت ديالنا راه هو من بعد ما توصل وتقطر، هو الحوت طري. قلبتو لكم تشوفوا كيفاش داير، طري وزوين. خليكم مع الفيديو ديالنا ومع الطريقه، ولا عجبكم ان شاء الله الفيديو ما تنساوش ديروا جيم واشتراك القناه باش يوصلكم الجديد ديال القناه ديالنا. كما كتشوفوا معايا هذا الربيع تا هو، يعني كنصحكم باش ما ديروش الربيع ديال الكونجيلاتور. ربيع الكونجيلاتور ما كيجيش بنين، وإلا عندكم ماشي مشكل كنتو زربانين ماشي مشكل، دوزو بنادم كيدوز الساعه باش ما عطى الله الانسان كيدوز الساعه. المهم من الاحسن الا كان عندكم الربيع قزبور معدنوس، الربيع يعني يكون طري، من الاحسن ديروه. حنا شفتوا كما كتشوفوا معايا انا راه باقي خضر جديد، يلاه جابوه ليا. وواحد تقريبا 6 ضريصات ديال الثومه على حسب الكميه نتوما اللي عندكم ديال السرديل. انا عندي كيلو ديال السرديل، درت 6 ضريصات ديال الثومه. وحامضه، العصير ديال الحامضه هاي كما كتشوفوا معايا، كتعصروا واحد الحامضه كبيره. ها هي حامضه كبيره باش كيجيكم الحوت ديالكم محمض وشارب القوام ديالو مزيان. المهم هاي انا بنتي انا كنصور كتحك ليا الثومه، قلت لها صوري ليها ما يمكنش نشد بيديا يا الثومه كتحك. المهم هاي الثومه تحكات. والعطريه ديالتنا هي اللي غادي نشارك معكم، هي السر باش كيجي هاد الحوت بنين ولذيذ. جربوه راه ما غاديش تندموا عليه. كما شفتوا الربيع ديالي انا شنو ضفت ليه داك الحامض، وكنزيد ليه ديك الثومه كما كتشوفوا معايا هي القزبور المعدنوس على حساب الكميه وعلى حساب الخليط اللي عندكم. كتضيفوا ليه ديك الثومه. انا قلت لكم عندي كيلو ديال السردين، ضفت ليه 6 ديال الثومات. زدت لهم التحميره، زدت لهم شويه ديال الكمون ما كنديروش بزاف باش ما يجينيش مار. وزدت شويه الهريسه، كاين اللي ما كيبيش الحار، الهريسه على حسب انتي واش كتبي الحار اولا ما كتبغيش. وملحه حسب الذوق، كاين اللي كيبغي المسوس كيبغي الملح. المهم المليحه حسب الذوق. والقزبر اليابس والابزار كما كنقول لكم حسب واش نتوما كتبيو الحار او ما كتبغيوش الحار. الخرقوم طبيعه الحال الخرقوم خصو يكون مزيان، طحنوه على يديكم. تشوفوا الناس اللي كيطحنوا يطحنوا لكم، اولا شي عطار كيبيع شي هري كيبيع داكشي طري، تيبيع داكشي نقي كيطحن قدامكم، تقداو عنده شي حد كتيقوا فيه. من بعد كتخلطوا هاد الخليط اللي درنا، يعني كتخلطوه مزيان كما كتشوفوا معايا. انا راه كنخلط، ماشي انا اللي كنخلط، بنت اللي كتخلط. المهم احنا كنخلطوا. جانا الخليط جانا قاصح شويه. الا جاك الخليط قاصح شويه على حساب الحامض اللي درتي، زيد داك شللنا حنا فاش داك الكاس فاش كان الحامض، زدت عليه واحد شويه واحد قطرات ديال الماء وحركنا. المهم خاص الخليط ديالك ما يجيكش قاصح وما يجيكش جاري. ها انتم كما كتشوفوا معايا هنايا في التصاور الصوره واضحه، كلشي واضح. الصوره راه كتعبر على النفس ديالها. يعني راه كنحاول ما امكن نوضح لكم. كنت كنحاول نزرب في الفيديوهات الاخرين، كنزرب لكم الفيديو. قالوا لي الناس حاولي توضحي لينا، حيت كاينين الناس كيقولوا لك لا راه كثرتي لينا الهضره. زربي لينا التصويره. المهم كاينين الناس اخرين الاغلبيه اللي متابعيني تيقول لك لا بسطي لينا. انا ما بعرفش نزرب ولا نبسط. المهم كنحاول ندير ما امكن هاك وهاك. كما كتشوفوا معايا الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي ما قاصحش وكيجي ما قاصحش، وكيجي ما جاريش، كيجي عاقد الخليط. وكما شفتوا هذا الخليط راه ممكن ديروه ماشي غير في السرديل، كيدير في السرديل، كديريه في الشرن، كديريه في حوته كبيره بغيت ديرها في الفران. يعني جميع انواع الحوت كديريه فيهم. الا عندك الحوت كبير ممكن تزيدي ليه ضامه ديال الحوت.
كما قلت لك ضامه ديال الحوت كتزيديها لهاد الخليط. الا كان الحوت عندك شي حوته كبيره بغيتي ديرها في الفران راه كيجي زوين. المهم الحوت الصغيرين بحال هكا ما كنصحش انا بديك الضامه. غير هاد الحوت هذا، غير هاد الترميله هادي قاديه فيه وقاديه فيه مزيان وكيجي محمض زوين كما كتشوفوا. اش كنديروا هنا؟ كنهزوا شويه ديال داك الخليط داك المحيط محامض وباش يجي شارب القوام ديالو وكنمرمروه. كندوزو على الحوته من اللور ومن القدام كما شفتوا. راه الصوره موضحه نفس ديالها، موضحه راسها. كنمرمروه مزيان كما كتشوفوا معنا. غنعاودو تاني وحده اخرى تاني باش تشوفوا مزيان. كنحطوه فوق منا وكنعاود تاني كما كتشوفوا كتهز داك الترميله بالفوق كتحاول دوزها. انت بغيتي يجيك محمد مزيان دوزي مزيان داك الخليط من اللور ومن القدام، دوزيه مزيان وخليه. ومن الاحسن ما ملي تكملي الترميله ديال الحوت ماشي تبداي تقليه، من الاحسن خليه على الاقل واحد نص ساعه. كنتي معوله ديريه خليه واحد نص ساعه تقريبا ولا اكثر، ولا على حساب الوقت اللي عندك، باش كيجي شارب القوام ديالو مزيان، كيجي بنين. يعني راه اش غنقول لكم، غير جربوه راه كيجي رائع جدا. هاد الترميله راه الا جربتوها ما غتندموش عليها. المهم كنستمروا على هاد الشكل هذا. انا راه القراده هي فاش حطيت ما بغيتش نكثر قوه الماعن، حط بصيل وولد عم التبصيل وهادي وداك الزواق ما عنديش معاه. كيف ما كتشوفوا معايا القراده فاش قردت الربيع دورتها وبديت نحط فيها الحوتات ديالي. يعني قوه الروينه، عرفتي الحوت كيخلي الروينه ونزيدوا قوه الطباصل حتى هما ما كاينلاش. صافي كنستمروا على هذا الشكل هذا حتى تنكملوا الحويتات ديالنا. يعني على حساب الكميه ديالكم، واش درتو كيلو ولا جوج، غير هو راه كيجي زوين بزاف الا درتوه. كاينين الناس بزاف تيقولوا لي واش السردين كيدار في الفريغو. يعني قال لك راه ممكن يهرى، ممكن يعني ما يجيش. انا شخصيا كندير السردين في الفريغو، غير هو كيفاش ديروا ليه. انا نعطيكم الطريقه كيفاش ديروا ليه. المهم قبل ما نعطيكم انا الطريقه كما شفتوا معايا، راه ما حليتهم، ما خليتش الحوت على شكل شركه، حليته حين جاني غليظ. انا ما كنبغيش الحوت غليظ، يعني نتوما اللي كتبغيو غليظ خلي وحده فوق وحده. انا يا حليته وبالطول ديالو تنيت وحده فوق وحده كما كتلاحظوا معايا هنا في الصور راه باينين. وكاين اللي ما كيبينش ثاني وحده فوق وحده، كيبين مقرمل بزاف بحال شكل ديال الشيبس. تتشدي الحوته على شكل الشيبس كيعجب بنادم مقرمل بزاف، حليها خلي حوته وحده ورقه وطلي ليها التشرميله وخليها. وملي تبغي ديري وملي تبغي تقليه مرمريها في الدقيق، ديريها في الدقيق مزيان من اللور من القدام وقليها عاديه. يعني كاين اللي كيدير هكا وكاين اللي كيديرها على شكل شركه، الشركه اللي هي حوته فوق حوته، وكاين اللي كيدير هكا حوته الا كان غليظ كتديري حوته على الطول ديالها وكتنيها. هذاك الساعات نتوما ليكم الاختيار. كما قلت لكم هذه ما كتشوفوا معايا الفريت كتجي زوينه. انا ما غنشاركش معكم دابا الفريت. كتجي بحال ديال دوك المطاعم، بحال ديال السناكات، كتجي زوينه خاويه من الوسط ومقرمشه من الداخل. المهم غنشارك معكم ان شاء الله السر ديالها، ولكن ماشي في هذا الفيديو، فيديو اخر ان شاء الله اللي جاي غنشارك معكم السر اشنا هو باش كتجي خاويه من الوسط وكتجي مقرمله. المهم حنا كنستمروا كما كتشوفوا معنا، كنشدوا السرد ديالنا كنمرمروه في الدقيق مزيان وكنبداو نقليو. ديك فلفله حاره راه حاطاها تما باش ما ننساهاش، حيت شحال مره كنت تنكمل الحوت واللي كنسى الفلفله تنقول نسيت الفلفله، حطيتها تما باش نتفكرها. كما كتشوفوا معنا كنقلي وكنعاودوا نرجعوا لكميه اخرى. ها هي بعد ما كتكوني موجداها الكميه الاخرى ما غتكونيش دايره ليها الدقيق، حيت درتي داك الدقيق راه كيعصد. ديريه بشوي بشوي الكميه اللي بغيتي تقلي حتى تتقليها، ورجعي ديري كميه اخرى تاني في الدقيق. يعني هادو كبعض النصائح اللي بغيت نعطيكم. وبالنسبه للناس اللي قلت لكم كيقولوا لي واش تيجي الحوت في الكونجيلاتور، راه كيجي وانا مجرباه. غير هو ديري واحد بلاطو، ما ديريش بعدا حوته فوق حوته فوق حوته وتخشي في كونجيلاتور، راه ما يمكنش. الا بغيتي ديكونجلي خاصك ديكونجلي كاملو اللي عاد ممكن تقليه. ولكن هاد الطريقه هذه ملي كتديري واحد البلاطو كتحطي فيه السرديلات ديالك، كتعاودي ديري فوق منو ميكا وتحطي السرديلات ديالك وديري واحد الميكا فوق منهم باش ما تعطيكش الريحه، خليهم تيجمدوا مزيان. اللي ملي يجمدوا مزيان عاد هزيهم وديرهم في واحد البواطه وسدي عليهم، كتولي الحوته مفرزه على اختها.
داك الساعات نتي الكميه اللي بغيتي كتحكمي فيها وكتهزيها. بغيتي الحوت كتيره كتحكمي تهزي عدد الحوت اللي بغيتيه قليله كتهزي عدد الحوت اللي بغيتي. ولكن الا جمعتي السردين في بواطه وحده كوني متاكده انه راه ما غاديش يتحل لك الا ما يعني ديكونجلا كله، راه ما غاديش يتحل. باش نكونوا واضحين، يعني بالنسبه للناس اللي كيسولوني على كيفاش كندير ليه، يعني شحال من الناس كيجيو عندي وكنجبدو من الفريغو وكنقليه العدد اللي بغيت راه كونوا متاكدين راه بحال يلاه جبتوه. كما كتشوفوا حنا كنرجعوا نعاودوا نقليو الكميه الاخرى. هو الا درتيه في كونجيلاتور راه كتهناي منه، يعني كتهناي نهار تحتاجيه كتجبديه كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. درنا معاه شويه شليضه اللي كلشي كيعرفها بصيلو ومطيشه وصافي، وشويه الربيع وزويتينات وحوير الحاره هي باش ما ننساش. راه كنت حاطه حدا الحوت شويه الهريسه وزوين صافي. هادشي اللي كان الخبز وكوكاكولا شر لابد منه. الله يعفو علينا من هاد المناضة هادي. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. وما تنساوش الاشتراك، وشكرا على المتابعة.